ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد، واخيرا انا بعدت عن الشركه دي فتره علشان ما تجيش الناس تيجي تقول لي هو انت عامل القناه دي لشاومي بس؟ انا بعمل لكل الموبايلات، ولكن زي ما انتم عارفين ان موبايلات شاومي دايما بيبقى لها غنى عنها. لازم في كل فئه متوسطه او فلاج شيب او حتى اقل من كده او اعلى من كده بكتير بتلاقي ان شاومي لازم تكون موجوده، وموجوده بقوه، مش موجوده كده وخلاص، بتبقى موجوده بشكل كويس. الموبايل اللي معانا النهارده هو الريدمي نوت 12 برو بلس. الموبايل ده امكانياته جباره وبينافس بشكل كبير جدا الفئه المتوسطه اللي هي بتبدا من 17 18000 جنيه، وايوه هي بتبدا من كده للاسف، ولكن هو بيبدا بامكانيات جباره جدا. فيلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. يلا بينا نشوف الموبايل ده فيه امكانيات جباره عامله ازاي. الموبايل بيجي لك بكاميرا 200 ميجا بكسل، بيجي لك بشاشه اموليد 120 هرتز، بيجي لك ببطاريه 5000 ملي امبير، بيجي لك بمعالج الدايمنستي 1080. الموبايل بيجي لك بارقام خزعبليه، واولها اللي احنا لازم نتكلم عليه وهو الديزاين. الديزاين هنا بيجي لك من الازاز والاطار من البلاستيك، والماسكه بتاعته فخمه وحلوه. وكمان هنا عندك كمان الموبايل هنا في العلبه بتاعته بيجي لك كمان طبعا الجراب بتاعه، وبيجي لك الشاحن بتاعه اللي هو هنا اصلا الشاحن بتاعه 122 واط. الموبايل ده بيشحن في ثواني. الموبايل ده هيشحن لك من 0% ل 80% في 15 دقيقه بس. انت متخيل 15 دقيقه بس هيشحن لك فيها؟ والموبايل برضه لو انت بصيت على الاطار من فوق ومن تحت هتلاقي هنا مستشعر الاي ار اللي هو يقدر ان انت تتحكم في اي حاجه سمارت عندك في البيت. دي طبعا حاجه محتكراها شاومي، والحمد لله ان هي هتفضل محتكراها، واتمنى ان هي تفضل ساكته عليه وثابته عليه. وعندك هنا البطاريه 5000 ملي امبير، وعندك هنا السماعات اللي موجوده في الموبايل، وعندك برضو مدخل السماعات 3.5 مللي. واخدين بالكم يا شركات؟ موبايل بطاريه 5000 ملي امبير ومحتفظين بال 3.5 مللي. انت عندك الموبايل هنا يو اس بي تي تايب سي الشرايح اللي موجوده هنا، عندك الشريحتين او شريحه وميموري كارد، وعندك مدخل سماعات 3.5 مللي. كل الكماليات موجوده، مفيش اي حاجه مش موجوده. مستشعر الجيروسكوب موجود، كل حاجه هنا موجوده، مفيش اي حاجه في الكماليات يعتبر مش موجود الا مستشعر بتاع السماعات اللي هو المكالمات ده اللي مش موجود بس، لكن في حاجه ثانيه فدي انا معضله. انا مش فاهم 3.5 مللي المدخل بتاعه صعب في ايه ان انتوا ما تحطوهوش؟ انا مش عارف. نيجي بقى نتكلم برضه عن ديزاين تاني. الماسكه بتاعته هنا بالرغم ان هو اصلا الموبايل مربع مش كيرفي، ولكن هنا برضه في كيرفات بتخلي ماسكه الموبايل حلوه. والموبايل للاسف هو مش خفيف. الموبايل هنا 208 جرام، الموبايل اصلا مش خفيف، ولكن الماسكه بتاعته الكيرفي اللي موجوده مريحه شويه، والجراب اللي موجود هنا اصلا هيخلي كمان ماسكه الموبايل اريح بكتير. والبصمه اللي موجوده هنا هي موجوده في زرار الباور وبارزه عن الاطار بتاع الموبايل. وانا الصراحه بحب البصمات اللي بتبقى موجوده في الجنب او من الظهر، حتى لو الشاشه بتاعتك سوبر اموليد. انا بحب برضو ان انت تكون الشاشه بتاعتك ما فيهاش البصمه. انا بحس ان كده اكتر امانا ان هي تكون على الجنب او في الظهر، انا كده ببقى مبسوط اكتر. والبصمه هنا هي سريعه وما بتغلطش ودقيقه جدا. وتعالوا بقى نتكلم عن الشاشه بتاعت الموبايل هنا. اول حاجه الشاشه هنا مستحوذه على الموبايل بنسبه اكتر من 96% كمان. الموبايل هنا الشاشه بتاعته هي السوبر اموليد فول اتش دي بلس، كمان الهرتز بتاعها هي 120 هرتز بكثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصه، بتوصل لمليار لون. وكمان النتس بتاعها هنا يوصل لغايه 1000 نتس، يعني الشاشه دي هتقدر تشوفها بسطوع الشمس زي الشمس حرفيا، هتقدر تشوفها بشكل كويس جدا. ده غير كمان ان هي بتدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10. ده غير كمان ان هي بتيجي بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشه فيها كل حاجه، تجربه الالوان هتبقى ممتازه، تجربه الاستخدام ومشاهده الافلام هتبقى عظيمه جدا، تفاصيل بتبقى ممتازه جدا معاك في الموبايل. وكمان الشاشه يعتبر كبيره مش صغيره، الشاشه هنا الحواف بتاعتها صغيره، فانت هتلاقي اصلا كمان الشاشه مستحوذه بنسبه كبيره، هتحس ان الموبايل معاك كمان كبير. هنا الشاشه ممتازه وما فيهاش اي غلطه، مع كمان سماعات ستيريو، فانت هتعيش احسن اللحظات معاك لو انت بتتفرج على فيلم او حتى كمان لو انت بتستخدم او بتلعب العاب. وبالنسبه للالعاب فانت عندك المعالج هنا زي ما احنا ما قلنا هو من ميديا تك اللي هو الدايمنستي 1080. ده غير انت عندك هنا الفيدباك اللي موجود في الموبايل هنا، الفيدباك بتاعه حلو جدا. لو انت هتيجي تعلي الصوت او توطي الصوت هتلاقي ان في فيدباك حلو قوي، لا فيدباك بتمشي معاك، مش فيدباك بس ايحاء كده وخلاص، لا الفيدباك هنا محترم جدا وكويس جدا كمان. والموبايل هنا عندك بيجي بذاكره 8 جيجا رام وقابله للزياده برده من الذاكره الداخليه اللي هي 256 جيجا. وده غير كمان الذاكره الداخليه هنا بتيجي من نوع يو اف اس 2.2. والموبايل هنا جاي باندرويد، هو قديم شويه اللي هو اندرويد 12، بس اكيد هتلاقي له التحديث بتاع 13 اكيد موجود عندك في الموبايل اول ما تطلع من العلبه ده اكيد. بس طبعا الموبايل هنا بيجي باحدث تحديث بتاع الشركه شاومي اللي هو المي يو اي 14 احدث حاجه. بص الموبايل ده التحديث بتاعه والسوفت وير بتاع شاومي هو من احسن السوفت وير اللي انا استخدمتها في حياتي. وانا كان حظي حلو اللي انا لما مسكت شاومي كان في الشاومي كان ساعتها المي يو اي تقريبا 8 او 9 اللي هو كان يعتبر ما فيهوش اي بجات. وبعد كده انا نقلت الريلمي، فالفتره دي انا ما مسكتش ساعتها كل السوفت ويرز اللي هي كان فيها مشاكل من شاومي اللي هو 10 و11 و12 اللي هو كان المصيبه، وال13 اللي كان مصيبه اكتر، انا ما مسكتهمش. ولكن برضه حظي حلو لان انا لما جيت مسكت السوفت وير بتاع شاومي اللي هو ال14 كان افضل بمراحل ما بقيه الناس اللي هم كانوا قاعدين يتكلموا عنه. وبرضه في نفس الوقت لازم اقول لك نقطه مهمه، الموبايل ده لو انت جيت مسكته على موبايل تاني هتلاقيه حلو، ممكن تمسكه في موبايل مثلا في البوكو ممكن ما تلاقوش حلو. يعني الموبايل مثلا هنا هو موبايل هنا سليم ما فيهوش اي مشكله، ما بيحصلش معاك مشاكل. ممكن مثلا نسخه ثانيه تلاقي فيها مشكله. السوفت وير هنا حاجه غريبه، السوفت وير هنا عامه كتوتال ال14 ما فيهوش اي بجات، ما فيهوش اي تعليق، ما فيهوش اي حاجه. ولكن في موبايل تاني ممكن تلاقي ان في مشكله، موبايل ثالث ممكن تلاقي
تلاقي الدنيا تمام، وممكن كمان تلاقيها في موبايل فلاج شيب عادي من شاومي، ممكن تلاقيه في مشكله وممكن تلاقيه لا. بس الموبايل لازم بقى تشوف له تجربه ساعتها وتشوف المعالج ده السوفت وير شغال فيه حلو ولا لا. بس عامه المعالج ده مش اقوى حاجه، ولكن المعالج ده بيقدر ان هو يشغل لك كل الالعاب بنسبه كبيره جدا عاليه. اسفلت 9 بتشتغل هنا عندك 60 فريم من غير بجات ومن غير اي تعليق. البرنامج كمان هنا الموبايل كل حاجه فيه شغاله بسلاسه من غير تعليق ولا اي حاجه. نفس الكلام هتلاقي في كل الالعاب عندك الدنيا سلسه جدا. طبعا مع ال 5000 ملي امبير اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا انت هتلاقي كل حاجه عندك هنا شغاله بامتياز، والموبايل هيقعد معاك اليوم كمان مستريح. بالنسبه للبطاريه هنا هي بتبقى 120 واط زي ما احنا ما قلنا، وبيشحن الموبايل من ل 80% في 15 دقيقه. ولكن خد بالك هو ده اوبشن موجود في الموبايل عند شاومي. لو انت عايز الموبايل يشحن 120 واط فانت بتخش على الاعلانات وتفعلها، بس خد بالك الموبايل هيسخن معاك شويه. وما تقلقش من السخونه، شاومي حاطه كل اجراءات الامان عن حوار السخونه بتاعت البطاريه، مش هيحصل لك اي حاجه ما تقلقش خالص. ولكن لو انت عايز هتبقى سريعه فانت تخش الاعدادات وتفعلها من جوه. الموبايل لما بيسخن هنا هتلاقي شاشه تلقائي الريفريش بتاعها نزل من 120 ل 60 لوحده علشان برضه يوفر في البطاريه وما يسخنش اكتر. وبالنسبه للكاميرات فانت هنا عندك 3 كاميرات. اول كاميرا اللي هي ال 200 ميجا بكسل زي ما احنا ما اتكلمنا عنها، بتدعم مثبت بصري وفتحه العدسه بتاعتها اف 1.7 وهنا هي جايه من مستشعر من سامسونج. والكاميرا الثانيه هي 8 ميجا بكسل اف 2.2 والكاميرا الثالثه هي 2 ميجا بكسل بفتحه العدسه اف 2.3 والكاميرا الثانيه دي للالترا عشان تصور تصوير واسع شويه. والكاميرا الثالثه هي للماكرو. والموبايل بيدعم تصوير الفيديوهات 4K 30 فريم او برضه 1080 30 او 60 فريم على حسب زي ما انت ما عايز. الموبايل بالنسبه للتصوير هنا فهو بيدي تفاصيل حلوه جدا، ولكن بالليل للاسف التفاصيل بتاعته مش كويسه، يعني مش احلى حاجه انت ممكن تلاقيها. لا في موبايلات زي مثلا برضه الموبايل الاوبو اللي احنا اتكلمنا عنه هتلاقي التفاصيل بتاعت الكاميرات بتاعته في الاضاءه الخافته شويه هتلاقيها احسن من ده شويه. ولكن بالنسبه للاضاءه العاليه الكاميرات هنا فيها تفاصيل حلوه، حاجات جميله، التفاصيل كمان بتاعتها جميله. حتى هنا كاميرات السيلفي برضه السكين تون بتاعها حلو شويه، في البشره كل حاجه فيها ممتازه. ولكن في الاضاءه القليله مش هتقدر اللي هي تاخد فيها افضل حاجه ممكنه. بس ده كل حاجه عن الكاميرات. بس الموبايل هنا فيه حاجه حلوه جدا. الموبايل هنا عندك في الكاميرات تقدر ان انت فيديوهات سلو موشن توصل لغايه 120 فريم، ولو انت كمان قللت الجوده وخليتها اتش دي تقدر توصل في الاطار بتاع سلو موشن ل 900 فريم. انت متخيل ان انت تقدر تعمل 900 اطار سلو موشن؟ فدي نقطه جامده جدا في الموبايل ده. والصراحه الموبايل ده بالنسبه للكماليات وبالنسبه للمعالج والحاجات هو يعتبر من افضل الموبايلات الموجوده في الفلاج شيب او موبايلات الفئه المتوسطه اللي هي بقت فلاج شيب. الصراحه انا مش عارف يعني فين فلاج شيب بعد كده، بس هي بقت من اقوى الموبايلات اللي موجوده دلوقتي شاومي بالنسبه للكماليات اللي موجوده في كل حته. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، في امان الله.